احنا مبحرين ناحية الأفق علشان نشوف إذا كنا نقدر نصطاد قطعة مأكولات بحرية بدولار واحد مقابل قطعة مأكولات بحرية ب$1000. هنوديه للتجربة النهائية في الطبخ علشان نشوف إذا كان فعلا يستاهل ولا لا. والمغامرة دي بتبدأ دلوقتي حالا. صباح الخير يا جماعة، والنهاردة احنا بنعمل واحدة من أجدع تحديات البقاء على قيد الحياة على الإطلاق. معايا سكينة جديدة تماما هنا يا جماعة، واحنا على وشك نركب المركب الاندونيسي التقليدي ده ونروح بيه لنص المحيط 2000 متر من المية عشان نشوف إذا كنا نقدر نصطاد سمكة بدولار واحد مقابل سمكة ب$1000. انتوا عارفين هنا معانا الكابتن الأصلي رجع تاني. ايوه يا باشا، لاي حد منكم من المتابعين القدامى للقناه انتوا عارفين الراجل ده يعني لي قد ايه. هو كان من اوائل الناس اللي دخلوني على صيد سمك مجنون في اندونيسيا. فالنهارده هنعيش يوم مجنون يا صاحبي. عايز اشوف اذا كنت اقدر اصطاد سمك تعبان جدا وكمان سمك جامد. معانا السكينه، معانا عصايه الصيد، معانا معدات الغطس، وكمان الجو جميل يا صاحبي. يلا بينا نبدا. تمام، هنزقها دلوقتي. شايفين ورايا حرفيا عندنا براكين هنا يا جماعه. ده واحد من اروع الاماكن على كوكب الارض. دلوقتي عايز اشوف اذا كنت اقدر اصطاد على الاقل 5 انواع مختلفه من السمك، نجربهم بعدين على النار. هيكون يوم جامد جدا وهخليكم معايا في كل لحظه. يلا بينا يا بطل. يا جماعه الحاجه دي ماشيه كانها ب15 حصان. خلينا نقول انها مش سريعه خالص. دي زي بعد ليله سهر، ماشيه ببطء ومفيش فيها شكل كتير، بس يا جماعه الليله هتبقى نار. حيوانات جديده وانواع جديده. انا متحمس جدا. بعد شويه هنعمل احلى اكل ممكن تتخيلوا، فلازم تفضلوا معانا عشان تشوفوا ده. انا دلوقتي مستمتع بالحياه على الاخر. يلا بينا يا بطل. واحدة من أغرب الحاجات يا جماعة إنهم فعلاً مفيش عندهم صوت ولا أي حاجة. زي ما أنتم شايفين الكابتن واقف وباصص على كل الجبال وكل حاجة وراه، وده تقريباً هو الطريقة اللي بيحدد بيها مكانه عشان يوصل للمكان اللي إحنا محتاجين نروحه. إحنا رايحين لمكان فيه تركيبة في نص المحيط، والسمك اللي هنستهدفه هناك هو السمك المياه المفتوحة. دلوقتي يعني إيه الكلام ده؟ يعني السمك ده فعلاً بيتبع طيارات المحيط، مش بيعيش على الشعاب المرجانية، ما عندوش بيت ولا أي حاجة زي كده. دول سمك من غير بيت يا جماعة، بس بيتبعوا طيارات، بيتبعوا الطعم، بياكلوا، بيقوموا بسرعة. انا هصطاد سمك غريب النهارده، انا متاكد، ومش عارف حاسس بايه بصراحه يا جماعه. اظن اننا حنضطر ناكل حيوانات غريبه وممكن تكون مش لذيذه خالص، بس هنسيب الموضوع ده لوقت تاني شويه. بصوا كده يا جماعه، احنا وصلنا نص المحيط. ده هو الهيكل معمول فعلا من الخيزران. هم نزلوا خيط الصيد لاكثر من 2 كيلومتر عمق هنا. الموضوع فعلا جنان. شايفين الجبال اللي فوق دي؟ تقريبا نفس المنظر ده موجود تحت المية هنا. أنا كده نازل من غير أي حماية يا جماعة. نسيت ألبس الجزء العلوي من بدلة الغطس. عايزين نبتدي نصطاد أنواع جديدة. معانا المعدات التقيلة هنا، فمين عارف هنقابل إيه. دلوقتي العمق أكتر من 2000 متر، بس أنا حاسس إني في بيتي. أغلب الناس كانت هتتوتر أو تخاف دلوقتي، لكن الصراحة ده اللي إحنا عايشين عشانه. مين عارف ايه اللي تحت مني؟ دي بداية كويسة. ضيعتها تماماً. اهدى بس، اهدى يا صاحبي. ده اللي بنسميه رينبو رانر يا جماعة. عندهم ألوان جميلة كده زي ما انتم شايفين، ودول من أكتر الأسماك الشائعة هنا. غالبا مش ده أسوأ سمكة هنصطادها النهاردة، ويا رب برضو ما تكونش أحسن سمكة. بس في أنواع تانية تحت هناك شفتها، أسماك مميزة جدا وأظن لازم نصطادها. بص عليه لسه بيتحرك يا راجل. اهدى يا صاحبي، انت ميت. أكيد سامع في صوتي دلوقتي إن لسه تعبان شوية. امبارح كنا بنغوص حرفيا في الحاجز المرجاني العظيم وركبنا طيارة. احنا دلوقتي في اندونيسيا بنغوص، وده السبب اللي بنعمل فيه كده يا جماعة. احنا بنصطاد وبناكل بس اللي اصطادناه. هتحبوا تشوفوا ايه كمان هصطاده في التحدي ده؟ فخليكم معانا. احنا دلوقتي على السمكة التانية، واحدة خلصناها. يلا نشوف ممكن نلاقي ايه تاني. الكابتن ظبط مكاننا تاني. هنلبس العدة وندخل المية على طول يا جماعة. السمكة التانية جاية، يلا بينا.
دي فعلا واحدة من أحسن الأسماك للأكل في المحيط كله، بيسموها يونيكورن ليذر جاكيت، بس هي بحرية يعني بتتبع تيارات المحيط. هي مش بتعيش على الشعاب أو قريب من الشاطئ أو كده، هي بتعيش في أعماق المحيط. هطلعها على المركب وأوريكم. عندهم الحتة الصغيرة دي فوق، مش عارف إيه لازمتها بصراحة، مش عارف إذا كانت عشان تخوف باقي السمك، بس خلينا نقول إنهم مش شاطرين فيها قوي. الموضوع ضعيف جدا يا صاحبي، بص عليها المسكينة دي. عايز أوريكم حاجة جامدة دلوقتي بسرعة. اسمهم ليذر جاكيت لسبب معين طبعا. بص كده، شايف الجلد ده؟ ممكن تمسك فيه حرفيا. الحاجة دي بولت علي كله. ممكن تشيل كل جلدهم وكل الحاجات دي. بص كده، هو فعلا بيتشال كده بسهولة، وتحت الجلد كله بيبقى اللحم بس، وده اللي بيخليهم طعمهم حلو كده. الكائنات دي كسولة جدا في البحر. انت شفتوا انه بالكاد بيتحرك، وده اللي بيخليهم لذيذين للأكل. هم زي الطفل التخين بتاع البحر، هو ده بالظبط، بس برضه بنحبهم يا صاحبي. يا جماعة كده احنا خلصنا نوعين لحد دلوقتي يا باشا. احنا بنخلص عليهم واحدة واحدة يا جماعة، بس كل ما التحدي يكمل حنضطر نبدأ نستهدف أنواع وحشة جدا. في أنواع غالبا أنا مش عايز أكلها أصلا، بس حنجربها بعدين. هغطي عيني وهجرب بنفسي وأشوف إذا كانت الأسماك الكويسة دي فعلا أحسن بكتير من الأسماك الوحشة اللي هنا. انت شفتوا تحت دلوقتي كان في سمك ماهي دخل علينا يا جماعة. دي من أحسن أنواع السمك اللي ممكن تلاقيها هنا. فاللي حنعمله إن الكابتن فعلا معاه سمك ماكريل صغير اللي بنستخدمه طعم للصيد. هنبدأ نرمي الحاجات دي حوالينا، ونأمل إن واحدة من سمك الماهي تيجي وتستخدمها زي طعم مرمي بيلفت السمك. ده اللي هنعمله. فلما نرميها هتخبط في السطح وتعمل دوشة، وطبعا الريحة وكل الحاجات دي، واحنا بنأمل ان سمك الماهي يجي. ده هيسمح لي اقرب اكتر بالبندقية، وان شاء الله نقدر نصطاد السمكة دي. كانت الخطة على اي حال. يلا نشوف هتنفع ولا لا. يلا بينا. الكابتن دلوقتي بيديني الماكريل ده، يلا بينا. بص على الألوان اللي على السمكة دي، بص عليها منقطة كده، يا نهار أبيض. طيب يلا نطلعها على المركب. دي هتكون من أغرب الأسماك اللي شفتها. واو، تمام يا جماعة، عندنا واحدة صغيرة هنا. أنا متعود على الحاجات القديمة والصغيرة، بس دي صغيرة قوي يا جماعة. بس دي فعلا اللي بنسميها سمكة التريجر، وغالبا بتعتبر من أسوأ الأسماك للأكل هنا. مفيش حد من الشباب بيستهدفهم فعلا يا جماعة، وهم بياكلوا حاجات زي قناديل البحر وحاجات تانية. هم تقريبا بيطفوا في المحيط كده وخلاص. ده اللي السمك ده بياكله. هم زي الزبالين بتوع المحيط، ومش بيتعتبروا أكلهم كويس. بس احنا هنجرب ندوقها بعدين من غير ما نعرف، ونشوف اذا كان طعمها زي باقي الاسماك اللي هنصطادها النهارده ولا لا. انا ما عنديش فكره السمكه دي طعمها يبقى عامل ازاي، بس انا جاهز ومستني. هو ده اللي احنا جايين عشانه، بنجرب حاجات جديده، نعيش حياتنا ونستمتع بيها. احنا دلوقتي رايحين مكان جديد خالص، عايزين نشوف لو نقدر نصطاد شويه سمك كمان يا جماعه. محتاجين نجيب حاجات كويسه، وعايزين نشوف لو نقدر نصطاد انواع فريده فعلا. عندنا واحده هنا مش فاكر اني اكلت النوع ده قبل كده في حياتي. هنحط السمكه دي في الصندوق، مش هيبقى صعب نحطها هناك. اقدر اقول لك كده خلصنا 3، فاضل لنا 2 يا جماعه. من دلوقتي ورايح انا مش عارف احنا هنصطاد ايه، مش عارف اذا كنا هنلاقي حاجات كويسه ولا وحشه، بس ان شاء الله نلاقي حاجات طعمها حلو. يا سلام على الجو الصافي يا راجل.
الجو بقى حلو عشاننا والاجواء حلوه. تمام، احنا طلعنا على طول الساحل يا جماعه، قدامنا مكان جديد خالص. البحر حرفيا هادي زي الازاز دلوقتي، بصوا عليه. الجو مش معقول. فاضل لنا شويه سمك نصطادهم يا جماعه قبل ما نعمل الطبخه الكبيره بعدين. يلا بينا ننزل الميه تاني. اوه انا لسه شايف حاجه يمكن بتخيل. عارفين الاحساس ده؟ اكيد كلكم بتحسوه، كل الصيادين اللي هناك، اي حد يعني دماغك بتبدا تلعب معاك، تلاقي نفسك بتبص على السناره وتحس ان عضلاتك بتكبر، او تبدا تشوف سمك في الميه وحاجات زي كده. ده اللي بيحصل معايا دلوقتي، لاني حاسس اني زي العيال الصغيره ومتحمس جدا. يلا بينا. يعني ايه الحشره الميته؟ زي الحشره الميته. مش فاكر ان في حد قبل كده لقى مفترق طرق في نص المحيط؟ بصوا على ده كده يا جماعة، ده اللي بنسميه تريبل تيل. السبب واضح، عشان شكله كأنه عنده 3 ديول زي ما انتم شايفين كده. دي فعلا واحدة من أحلى الأسماك اللي ممكن تتاكل في المحيط. يعني أنا فعلا متحمس دلوقتي. غالبا ده أكبر واحد اصطادته من النوع ده. السمكة دي عندها حاجة اسمها أشواك خيشومية. دلوقتي تقدر تشوف راسها هناك. كل اللي عليك تسحب لورا عند مكان الخياشيم بتاعتها. تقدر تشوف إن عندها زي شفرات على وشها كده، شايف؟ ده هناك. لو صباعك أو أي حاجة قربت من ده هتقطعك حرفيا. السمكة دي معمولة عشان تكون قوية فعلا يا راجل، ليها تمن عالي في أماكن كتير في العالم. ياه أنا مبسوط جدا. يلا بينا، جبنا نوع تاني يا باشا، فاضل كام نوع وخلاص. يلا بينا. احنا بس عايزين نحرر الباقي ده يا جماعة. واضح انها سمكة او حاجة زي كده. انا اصطادتها واتعلقت في الخيط. بص على الوانها، شكلها باظة جدا. مش عارف، يمكن بقالها يوم او حاجة زي كده. تمام، اظن الكابتن قال انه عايز ياكلها. صباح الخير. صباح الخير. يا جماعة مش عارف اذا كنا نعتبر ده اخر سمكة ولا لا، لاننا فعلا مسكنا ما هي بايدينا، كانت ملفوفة. حد تاني غالبا اصطادها الصبح بدري واحنا جينا عليهم واخدناها. يا نهار ابيض يا جماعه، بصوا على دي كده، الماهي دي. بصراحه مش مصدق، انا لسه ماسك الحاجه دي من التركيبه اللي ورايا على طول. مش عارف اذا كنا هنحسبها ولا لا، بس انا اصطدتها يا جماعه، اصطدتها فعلا بايديا. شفتوني وانا بقطعها عشان افكها؟ فالحاجه دي هنا فعلا طازه جدا. الطريقه اللي نقدر نعرف بيها اذا السمكه طازه ولا لا، نبص على خياشيمها، ولو لونها وردي كده وجميل يبقى لسه طازه. بتبدا تغمق لما تقدم، وكمان تبص على العين وتتأكد إنها لسه صافية. دول فعلا من أطيب الكائنات في المحيط كله، وإحنا لسه سرقنا صيد حد دلوقتي. ده صيدي أنا، يعني عملناها يا صاحبي. معانا 5 أنواع مختلفة، من سمك مالوش قيمة لحد بعض من ألذ أنواع السمك يا جماعة. اللي هنعمله دلوقتي إننا هنوديهم على البر حالا. هنعمل واحدة من أجنوني طبخات الغروب يا جماعة، وهنجرب كل نوع من السمك ده وإحنا مغمضين عينينا عشان نشوف إذا كانت الأسماك الحلوة زي الماهي والتريبل تيل طعمها أحلى من السمك اللي ملوش قيمة اللي جبناه، زي سمكة الزناد اللي حجمها قد بتاعتي كده. احنا بس هندخل على الشاطئ ده هنا. شكلها حلو قوي. ايه اخبار الشواطئ الرمليه السوداء؟ غريبه قوي. السبب انها السوداء يا جماعه بلا بلا، كله رمل بركاني جاي من براكين كبيره فوق هناك. انزل منها. تمام، المكان هنا جامد. احنا هنعمل اكل جامد على الشاطئ ده. عندنا كل الانواع المختلفه يا باشا، والكابتن هنا معانا. يا اخي بص عليه، هو ابتدى يشتغل خلاص. هنعمل ايه؟ النار هنا. ايوه تمام. شايف دلوقتي عندنا كومة صخور هنا. احنا بس هنكمل بناء الحفرة دي. الكابتن ابتدى يبنيها بالفعل.
رجلي بتتحرق على رملة الشاطئ السوداء دي دلوقتي. اقسم لكم يا جماعة انا مش برقص تاب دانس، الجو فعلا حر نار هنا دلوقتي. طيب هنحط شوية عيدان صغيرة على النار زي ما انتم شايفين هناك. احنا خبينا كل الحطب الكبير ده، هنقطع دول بعدين شوية. عندنا مساعد صغير، جي هنا، تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، عندنا ابن الكابتن هنا يا باكلز. يوهو، هو هيساعدنا نولع النار دي وكمان جاي يتغدى معانا. اسطورة صغيرة، شايف؟ هنا لازم تحط دي على النار. تعال هنا، حطها على النار. شغل جامد كابتن، هو بياخد كل الحاجات معاك. جبت الخشب بتاعك؟ ايوه يا صاحبي. حط بتاعك على النار. حطه على النار، ما تضربش نفسك بيه في دماغك، حطه على النار. ايوه شغل جامد. الحاجه في اندونيسيا انهم دايما بيعملوها بطريقه واحده. الكابتن دايما بيجيب بنزين، بص على ده. واو ياهو، واو ياهو. مش عارف ده كويس لينا نتنفسه وناكله ولا لا، بس احنا عندنا بنزين على النار يا جماعه، بنزين من الموتور. بنزين من الموتور، ها؟ تمام يا جماعه، احنا دلوقتي على حافه الميه. معانا السكينه الكبيره بتاعتنا هنا، شوفوا قد ايه شكلها جامد. دي فعلا سكينه اوف شور تيلز معموله مخصوص. قولوا لي في التعليقات لو عايزيني ابيع السكاكين دي في المستقبل. المقبض بتاعها معمول من صدف الابالون، شكلها جامد جدا يا جماعه. بس اللي هنعمله دلوقتي اننا هنبدا ننظف كل السمك اللي اصطدناه النهارده. معانا شويه من اطيب انواع السمك في البحر، وكمان شويه من اسوأ انواع السمك في البحر. هقطع كده بشكل مائل زي ما انتم شايفين بالظبط كده. ده تقريبا كل اللحمه اللي فيه زي ما انت شايف، ده كله رأسه وأحشائه. احنا مش عايزين ده. بص على اللحمه يا صاحبي، شكلها اصفر حرفيا، واظن ده السبب ان الحاجات دي طعمها وحش على حسب ما بيقولوا. فخلي دي على جنب، دي بوضوح اسوأ سمكه. عندنا شويه سمك كويسين، مش هنقدر نحط كل دول على النار. فانا هعمل ايه هنا؟ هقطع حته من كل واحده من السمك ده. الجايه غالبا هتكون الرينبو رانر، فهجرب بيه دلوقتي. كل ده يا جماعه هيروح للكابتن وعيلته. دي الماهي غالبا هي ثالث احسن سمكه للاكل لو بنتكلم عن اللحمه بس. يا جماعه السمكه دي غالبا فيها تسمم غذائي بصراحه، مين عارف كانت تحت الميه قد ايه. يا راجل السكينه دي حاده جدا، بس بص على ده. عندنا قطعه هنا، دي طبعا سمكه ليذر جاكيت، بنمسكها كده وبنشيل الجلد من على وشها على طول. بص على ده، بنشيل كل ده. دلوقتي يا جماعة سمكة تريبل تيل دي من أحسن الأسماك للأكل في البحر، مش هتلاقيها حتى في المحلات لأنها فعلا سمكة محيطية بتعوم في كل المحيط. يعني يا جماعة مش ممكن يصطادوها تجاريا تقريبا. هي جامدة جدا بقول لكم كده. عندنا هنا مجموعة من كل الأسماك اللي اصطدناها، هنغسلهم دلوقتي وهنحطهم على النار على طول. عندنا شواية السمك جاهزة هنا، هنحط دول على الشواية على طول. هنبدأ بأوحش سمكة عندنا، هنحطها هنا. وبعدين عندنا سمكة ماهي، هنحط دي كمان على الشواية. رامبو رانر، سمكة الزناد. وأخيرا يا جماعة عندنا سمكة ثلاثية الذيل هنا. كنا في مياه عمقها 2000 متر وبنعوم لتحت، عمرك ما هتعرف هتلاقي ايه. وبعض الحيوانات دي هنا يا جماعة أنواع غريبة جدا وعايشة في المحيط. عندنا الكابتن تحت هنا بيطبخ يا جماعة. في رأيك انهي واحدة فيهم أحلى في الأكل؟ بتفتكر دي؟ أيوة. انهي واحدة شايفها الثانية الأحسن؟ دي ايوه. ودي كمان. وبعدين دي ودي الأخيرة. انت شايف ان الماهي هي الأسوأ؟ أيوة. الأسوأ. أيوة. تمام يا جماعة، هو ده الموضوع كله. العيلة كلها هنا والناس المحليين كمان. هنستنى دول لما يستووا، ولما يخلصوا هتدوني كل واحدة وانا هجربها وهقول لكم انهي واحدة فيهم احسن من وجهة نظري. ماشي؟ بعض السمك اللي هنا ده ممكن يتباع في اماكن معينة في العالم بحوالي $100 للكيلو. يعني لو حسبتها عندك 10 كيلو سمك يبقى معاك تقريبا $1000 يا جماعة. طبعا ولا سمكة من اللي اصطدناهم النهاردة كانت وزنها 10 كيلو، بس لو جبت كام سمكة من دول زي تريبل تيل دي، انا غالبا شفت منهم كذا واحدة تحت. لو اصطادت 4 أو 5 من السمك ده هتلاقي نفسك معاك سمك قيمته كام؟ $100 يا جماعه. فعلا الموضوع جنان. ازاي اماكن مختلفه في العالم بتدفع مبالغ كبيره في السمك ده؟ احنا سايبين السمك يستوي بقاله حوالي 20 دقيقه وشكله خلاص قرب يجهز. شكله رهيب يا راجل، بص عليه كده، يا نهار ابيض، كل السمك قدامنا على طول. اللي هعمله دلوقتي اني هغطي عينيا وهجرب كل نوع من دول عشان اشوف اذا كنت هعرف اميز اسوأ سمكه لاحسن سمكه. هغطي عينيا دلوقتي. انا مش شايف اي حاجه دلوقتي. من اول سمكه حته لحمه صغيره. ماشي. ما هي شمها، ريحتها وحشة. دي أكيد سمكة ما هي عشان كانت قاعدة تحت البحر وريحتها مش مظبوطة. 100% دي الماهي.
انا هختار رينبو رانر. يا اما رينبو رانر يا اما تريجر فيش. ده 100% تريبل تيل. اكيد تريبل تيل. ده جامد جدا. الواحد ده ايا كان هو ايه جامد جدا. ده كمان جامد جدا. يونيكورن ليذر جاكيت. ده 100% أسوأ واحد. طعمه لاذع كده بليع. ده 100% سمك تريجر فيش. 100%. بصراحة يا جماعة فاهمين إن آخر واحد كان لاذع يا صاحبي؟ أنا فاهم ليه ما يسواش فلوس. يا جماعة دي كانت من أجدع المغامرات اللي حصلت. أنا والكابتن دايما بيهتم بيا يا جماعة. بصراحة ده السبب إننا بنعمل كده. هنشوفكم في المغامرة الجامدة الجاية. كل الحب ليكم.